السلام عليكم، انا سماح رجب. النهارده هنعمل مع بعض طاجن رز معمر، انا والبت اللي عماله تضحك عليا دي. ها. واجبرتني ان انا اظبط الفيديو النهارده، هي اللي عاملهولي، يعني الفيديو ده هي تصميم ريتاش بنتي. ربنا يبارك لي فيهم يا رب. عندي كده 3 كوبايات من الرز المغسول، واستنيت لما تصفى وحطيت عليه كوبايه من السكر ومعلقتين سمنه كبار. وهقلب كده الخليط ده كله، هخلي الرزايه يعني ايه، تبقى متغلفه بالسكر وبالسمنه. تمام. وعندي هنا بقى حطيتهم ايه في الصينيه، هبتدي افردهم كده كويس قبل ما انزل عليهم باللبن. عندي كيلو لبن مسخناه وحط عليه كوبايتين من الميه. كيلو لبن عليه كوبايتين ميه. طب ليه ما عملتهوش كله باللبن يا سماح؟ لان الميه لما بتحطيها مع اللبن الرزه بتطلع كده مفلفله، وبتطلع طعمها حلو، ما بتطلعش معاكي معجنه ولا مكتومه. بتطلع زي ما انت شايفاها كده، عامله زي قالب الكيك، بتطلع زي حته الكيك كده اهو. انا بقى هنا عندي معلقتين قشطه مع معلقتين اللي هو كريم جانتيه. خدتهم مع كوبايه ميه متلجه كده وضربتهم، وقلت ايه احطهم كده على الوش بشكل عشوائي، لان بيطلع يعني يعني انت بتعززي طعمه من الاخر يعني. بيطلع بقى معاكي عامل زي المحلات بالظبط، بيديكي ها، طبقه كريمه كده من ايه فوق رأيكم؟ اكنك اوعي جايباه من يرتاش. بره. دخلته الفرن على درجه الطاجن حراره طلع اهو. 180، قعد نص ساعه بصوا بالظبط. جماله تمام. طلع حكاية. معايا بالشكل ده. شايفين شايفين الكريمة انا اللي احنا حطيت. حطيناها على الوش فردت على الوش كله. بصوا منظره سهل قوي قوي قوي. هوريكي دلوقتي انا بقطع كمان شكله عامل ازاي، بس ده لسه طالع من الفرن طازه يعني سخن مولع. احنا بنحبه كده سخن. لو استنيتي ان هو يبرد هتقدري ان انت تقطعيه زيه وزي الكيكه بالظبط. تعالوا بقى نقطع كده. هي مش هتطلع سليمه علشان لسه سخنه، بس هنحاول يعني نحاول معاها ان احنا ايه نطلعها سليمه سليمة. سليمه سليمه سليمه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. امسكي كده، امسكي. ها، يلا. 1 2 3. اهي اهي. مم. طب انا كده امسكي كده بقى انت. تاني هاتي هنا بقى، يلا تعالي كده. بصوا بقى الجمال، بصوا الجمال. ايه ده؟ ايه ده؟ ها، انا هقطع دلوقتي وهملى، انا بص على الطبق مش بس بص يعني على ادوق الرز. ادوق. بسم الله. انتم حكايه. ينعل ابوك يا رجيم. مم. مم. ايه يا ماما هتخلصيها؟ لا بصوا. جربوه بالطريقه دي، تحفه تحفه بمعنى كلمه تحفه، هيعجبكم قوي ان شاء الله.